ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة كلام في الكورة. النادي الاهلي، النادي الاهلي، مليون تعظيم، سلام وتحية للنادي الاهلي. مليون 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 تعظيم، سلام وتحية للنادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي كانوا في الاستاد واللي كانوا بيشاهدوا قدام شاشات التلفزيون، والجهاز الفني للنادي الأهلي، والحداشر راجل اللي بدأوا المباراة في النادي الأهلي، والتغييرات اللي نزلت في الشوط التاني وفي المباراة للنادي الأهلي، واللعيبة اللي كانت قاعدة على الدكة في النادي الأهلي، واللعيبة المصابة في النادي الأهلي. كل منظومة النادي الأهلي من أصغر فرد لأكبر فرد، مليون تعظيم، سلام وتحية لل65 أو 70 مليون مشجع أهلاوي، بما فيهم المنظومة بتاع النادي الأهلي، إدارته، جهازه الفني، واللعيبة. اللي حصل امبارح ده عظم. اللي حصل امبارح ده في ماتش القمة. أنا النهاردة بذيع الفيديو بعد الماتش القمة بيوم، لأن اعذروني معلش كنت في شغل وردية تانية وشاءت الظروف، حصل ظروف في الشغل طبقت وردية تالتة، فما كانش عندي وقت اللي هو ايه اطلع اصور بعد الماتش، او لو حتى رجعت الساعة 1 بالليل من الوردية التانية كنت اعمل لكم فيديو. بس ظروف الشغل حكمت، وده احنا مع بعض بنصور فيديو، هننزل فيديو نتكلم عن النادي الاهلي والعظمة اللي عملها في مباراة القمة رقم 125. اللي حصل امبارح زي ما قلنا حاجة كده من ايام الزمن الجميل. النادي الاهلي اللي معودنا دايما 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 في ماتش القمة بيكون غير. هو دايما النادي الاهلي نسره عالي، نسره طاير، بسم الله ما شاء الله على اللعيب. علي معلول، علي معلول افضل محترف اجنبي جه النادي الاهلي، ومش تحس ان هو محترف اجنبي جاي لك من بره. علي معلول ده ابن النادي، ده يعتبر كابتن النادي بس في الخفاء، في الخفة يعني، في الميدان. لعيب يعني، انت ظهير تمام، جناح طاير، الله ينور، هداف، بسم الله ما شاء الله عليه، اسرع ديليفر في مصر، مفيش بعد كده. يا راجل ده اطلب، وخدمات توصيل الطلبات دي عايزة تتعاقد معاك يا راجل. ايه الحلاوة دي؟ مفيش كده يا برنس، مفيش كده والله. علي معلول في لقطة في المباراة كان محمود عبد المنعم كهربا وقع اتصاب وبيتعالج. طبعا جمهور التاني، جمهور الزمالك هيقول لك ده بيضيع وقت. لا يا باشا، ده مش بيضيع وقت، ده ذكاء. الراجل راح مجمع الفرقة من أولها لآخرها، جابهم من كل حتة، كان ناقص يجيب كل لاعب من إيديه وجمعهم في نص الملعب. هنشوف اللقطة، هنشوف الصورة بتاع اللقطة. وجمعهم وقعد يديهم تعليمات. يا هل ترى هو بيضيع وقت؟ لا، احنا كنا متقدمين 1-0 ساعتها. التعليمات بتاعته يعني اللي هو عطاها في الوقت ده جت بتأثير إيجابي، تأثير إيجابي على الفرقة. الفرقة بدأت برضو أداها يتظبط أكتر من بعد اللقطة دي. أليو ديانج، خلصنا علي معلول. كلام على علي معلول ما بيخلصش، والكلام على لعيبة الأهلي ما بيخلص. لو هنجيب أرقام وإحصائيات وهات من عندك زي ما أنت عايز تقول، قول يا باشا، يعني مش هنخلص. علي معلول ده عايز له كده سنتين تلاتة تتكلم عليه من ساعة ما جه النادي لحد دلوقتي.
من ساعة ما رجله دبت في النادي الأهلي كده لحد دلوقتي علي معلول عايز له سنتين تلاتة تتكلم عليه. راجل بسم الله ما شاء الله أرقامه معدية. خش على اليو ديانج. أنا كنت قلت في فيديو قبل كده، أنا بحب أشكر أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي على صفقة علي معلول وأليو ديانج، الحسنتين اللي جابوا. طيب علي معلول واتكلمنا عنه، أليو ديانج يا راجل، أنا والله العظيم يعني أنت من ساعة ما قالوا هيتعاقدوا معاك، أنا من غير ما أبصلك بقى على سي في وأنت بتلعب فين وما بتلعبش فين، أنا حبيتك لله في لله. الشوكولاتاية اللي موجودة في النادي، مسمار خط النص، الاكس اللي رابط خط الدفاع بخط النص. انت مش بيبقى عندك اكس في العربية كده او في اي حاجة بتتحرك بيربط لك من هنا لهنا، بيوصل لك من هنا لهنا. الراجل انطلاق. انا شفت له كام انطلاقة من بعد نص الملعب يعني في نص ملعبنا احنا للنص ملعب الزمالك. لا في حد عارف يوقف ولا حد عارف يشد، ولو شدته انت اللي هتتجرجر وراه. يعني موضوع كبير، موضوع كبير. خالد عبد الفتاح، الصفقة دي مية مية، مش عشان أول ماتش قمة مع الأهلي قدام الزمالك، لا. أنا برضو في فيديو قبل كده، ارجع اتفرج على فيديوهاتي عشان مش هنزل لك لينك فيديوهاتي في الفيديو ده. انت ارجع اتفرج على الفيديو وهتلاقي في فيديو صفقات النادي الأهلي اللي تمت واللي ما تمتش. في فيديو اسمه صفقات النادي الأهلي اللي تمت واللي ما تمتش والكلام ده. اتفرج عليها هتلاقيني قلت خالد عبد الفتاح كذا وكذا وكذا، هتلاقي كل الكلام اللي انت عايزه في الفيديو. الصفقة دي يعني برضو اللي مشي فيها واللي اتحرك فيها الله ينور عليه. اذا كان بقى امير مرتضى منصور، امير توفيق انا اسف. بالنسبة لامير مرتضى منصور فهو بعد المباراة هو المشرف على الكرة في نادي الزمالك، قدم استقالته. وهم درسوا إقالة فيريرا من نادي الزمالك ولسه ما خدوش قرار أو خدوا قرار، ده اللي هنعرفه برضو كمان شوية. خالد عبد الفتاح صفقة تمام تمام تمام. وأنا قلت ما هيبقاش فيه، مش هتحس بأي فرق ومش هتحس بغياب أكرم توفيق. لا هو لعب مكان أكرم ظهير أيمن، او لو لعب دفاع. الراجل بيعرف يلعب هنا ويلعب هنا، والراجل بسم الله ما شاء الله اثبت وجوده في المباراة. ده كان بالنسبة لخالد عبد الفتاح. محمد هاني الجناح كما يجب ان يكون. الراجل فاق خلاص، زي المثل اللي بيقول لك كده، خلاص سيبه ده عارف غلط. الراجل خلاص اتعلم الدرس، خلاص كده الراجل اتعلم الدرس. وبقول لك يا عمنا كولر انا مش قاعد تاني، انا مش قاعد دكة تاني بقى. انا كده هثبت لك وجودي وهظبط الدنيا وهتشوف لاعب تاني غير اللي انت كنت بتشوفه قبل كده. احنا كنا دايما نقول محمد هاني علامة استفهام، محمد هاني لحد دلوقتي بنقول عليه لسه ناشئ وهو عنده كام سنة. ازاي لسه ناشئ وازاي مش عارف ايه. لا محمد هاني رجع، محمد هاني رجع له كام ماتش وراجع بتقيل. ما تخافوش من محمد هاني في اللي جاي، وما تخافوش عليه، وبنغفر لك اللي راح. بس استمر، استمر على نفس الوتيرة اللي انت عليها دي ونفس الأداء اللي انت عليه ده. كهربا، ضحكتك فيها كهربا كهربا، وكورتك فيها كهربا كهربا. يا كهربا يا اللي ولعت النور وحطيت الفيش على رأي المعلقين اللي كانوا موجودين في المباراة امبارح، كابتن مدحت شلبي وبلال أحمد علام
وكابتن ايمن الكاشف. كان في كذا معلق على المباراة، بس انا بصراحة بحب ايمن الكاشف. المهم كهربا يا باشا، وعلى رأي عمنا مدحت شلبي، راسين في الكرة توجع. عمنا حمدي فتحي اللي بقى مع كولر، شوف بقى النسخة الهجومية من حمدي فتحي مع عمنا مارسيل كولر. يعني انتوا كنتوا بتشوفوا قبل كده النسخة الدفاعية ونسخة خط النص لحمدي فتحي بس. اتفرج بقى على النسخة بقى والتطور الهجومي لحمدي فتحي مع عمنا ايه مارسيل كولر. هتشوف نسخة بنت لذين، حاجة كده عظمة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ده بالنسبة لحمدي فتحي. اسست بالدماغ، هو عارف موداه فين. هتقول لي بقى عملها بالحظ؟ لا، ده هو شايف كهربا وظابطها له توقيفة الصدر دي والاستلام على الصدر دي يا جدعان، ولعب بالدماغ. وكهربا بص في المكان المظبوط وفي الميعاد المظبوط، وحطها له في الحتة اللي بتوجع. يعني روقان. الغزالة رايقة، الغزالة رايقة يا ابو تلاتة. الغزالة رايقة يا ابو تلاتة. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه. كهربا حط الفيشة وداس على الزرار وشغل النور وفتح الماتش وقال لك يلا بقى بينا، احنا مش هنخلصها واحد. جت تبديل كهربا طال، مفيش مشكلة خالص. مين اللي نازل؟ محمد شريف الحريف المخيف، يا لطيف يا لطيف. محمد شريف الشريف العفيف، متعود في ماتشات الزمالك انه يجيب جول. الراجل مجهز ومحضر وعارف، وعارف انه هينزل الماتش وبإذن الله هيجيب جول، ومحضر التيشيرت عليه رقم 50 من ورا، الجون رقم 50 مع النادي الأهلي في الدوري المصري. يطلع بقى مين يقول لك ده بعد اللقطة دي ساحر ومش ساحر، ايه عرفه وايه مش عرفه؟ احب اقول لك يا باشا، لعيبة العالم كلها بتعمل كده. لعيبة العالم كلها يا برنس بتعمل كده. واتفرج على الدوريات الأوروبية، التيشيرت بيبقى متحضر واللاعب بيبقى بديله قاعد على الدكة ومطفل له 10، والهدف رقم 100 والهدف رقم 101 والهدف رقم 150 والكلام ده كله. وفي دوري الأبطال وفي دوري الفرنسي والسويسري والمش عارف ايه والأسباني والإيطالي، واللعيبة بتبقى مجهزة ومحضرة وعارفة إن هي هتنزل ربنا يكرمها وتجيب جول. لكن المشكلة فينا احنا، ان احنا بنصدق في الخرافات. بس اللي يصدق يصدق، احنا ملناش دعوة، احنا لينا دعوة بده. تلاتة، تلاتة بس. جاب الجون الاولاني وموت فله 10 والدنيا تمام باليمين. باليمين. يخلص الماتش على كده؟ لا. لا يا باش، لسه في ذا ماستر اوف ذا سبنس وسيد التشويق والبلاس 90. ده 89 35 ثانية، وانت تبص جنبيك كده وترجع تبص للماتش تلاقي زف، طرخ، بوم. حاجة كده عملت بوم، على رأي أيمن الكاشف. حاجة كده عملت بوم يا باش. الباشا اللفند ما اكتفاش بجو. كهربا قال له هتنزل يا شريف تجيب جو. أي خدمة يا عم كهربا، ومتشكرين. متشكرين على الدعم، متشكرين على الثقة اللي انت بتديها للعيب.
هو ما جابش جول، هو سمع كلامك وجاب اتنين، والجونين احسن من بعض. بوم لزق كده، تعدي من عواد ما شافهاش. انا كنت خايف على ايد عواد لا الكرة تاخدها وتخش في الجول. بالشمال، بالشمال. عشان هقول لك دلوقتي شريف يمين شمال شغال. محمد شريف يمين شمال شغال. محمد الشناوي التصدي اللي اتصدى ليه في الشوط الاولاني تصدي. انا قلت محمد شريف مهما يكبر، مهما يكبر، محمد الشناوي انا اسف، مهما يكبر هيفضل هو محمد الشناوي حارس مصر الاول، وحش افريقيا، افضل حارس بالنسبه لي من ساعه ما رجله دخلت نادي الاهلي، ومن ساعه ما جه النادي الاهلي وهو، انا شايف ان هو افضل حارس في الفتره اللي هو متواجد فيها. ربنا يحميك يا شناوي، ربنا يحميك يا ابني. رامي ربيعة وكل اللعيبة ومحمد هاني وكل اللعيبة اللي لعبت بدون استثناء، يعني ربنا يحميهم. كنتوا 11 راجل، وعلى قدر المسؤولية والثقة اللي كانت عندنا فيكم وقدرتوا تقدموا مباراة من أعظم المباريات ومن أجمل المباريات، ومن المباريات اللي احنا دايما بنتمنى نشوف الأهلي على نفس المستوى. يعني الأهلي دول فترة بيقدم بنفس المستوى. أتمنى إن المستوى يستمر بنفس الكفاءة دي، كده مية مية، الله ينور، كده مية مية. مش ولا 75 ولا 80 ولا 85 ولا 90، مية مية يا باشا. استمر على ده. مين اللي جاي ويستنى دوره جاي؟ وأهلا باللي عايز سيبوه أنا عايزه حي. اللي جاي لك بقى مين؟ أنت هتسافر يا باشا المغرب عشان تلعب في كأس العالم للأندية للمرة التامنة. أول ماتش هتلاعب مين اللي جاي بقى؟ أوكلاند سيتي. وأوكلاند سيتي أنت لعبته قبل كده في كأس العالم للأندية وغلبته 2-0 بهدفي فيلافيو ومحمد أبو تريكة. وساعتها حققت المركز الثالث، كان في 2006. لعبت أوكلاند سيتي وقدرت تفوز عليه 2-0. كان هدفين زي ما قلنا محمد أبو تريكة من ضربة حرة مباشرة، وكان هدف لفلافيو. وبكده أحب أقول لكم الفيديو انتهى، وأشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير مع الأهل اللي مشرفنا، الأهل اللي رفع راسنا، الأهل اللي بيخلينا ننام مبسوطين ويخلينا نحفل، يعني بيخلينا كده المود حلو والغزالة رايقة والدنيا تمام. أشوف وشكم على خير، واستنوني في فيديوهات تانية كده كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.